لتاني مرة تنجح سورة الصفات لإنقاذي من سحر بيتدبر ليا. سورة الصفات لازم كلكم تقرأوها بالشكل ده والوقت ده. سمعكم حاجة وهنكمل كلامنا. الفيديو ده لازم يتشير. الفيديو ده مش دعاية لمفسرة الأحلام، الفيديو ده كلمة حق حصلت منها، وشكر لرب العالمين قبل منها ومني اللي نجاني للمرة التانية. مهم جدا تشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. الدل على الخير كفاعله. نزلت فيديو صغير الناس تقول لي احنا نفس حالتك. طب ان شاء الله في الفيديو ده هنقول هنعمل ايه للي نفس حالتي. اسمعوا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك، عاملة ايه واخبارك؟ بصي، والله تعالى اعلى واعلم. هي الحلم بتاع العنكبوت دي محاولة والله اعلم لتجديد. تمام. تجديد السحر في الفترة الأخيرة. ممكن تكوني تعرضتي لده آخر 3 شهور. تمام. وفكرة ان هو دخل جوه ودني، فاكتر حاجة تطلع الاشياء دي هي سورة الصفات، وانتي اصلا قرأتيها زي ما حكيتي والكلام ده، عشان كده شفتي نفسك فعصتيه. تمام. يبقى هو الاول خالص بيأثر معاكي على القرين. فتشوفي موضوع الودن ده، الودن يعني دخل يأثر على القرين. بعد ما يأثر على القرين يبقى سهل يسحرني. فانت من الاول خالص قفلت عليه القصه دي، وعشان كده بقعد اقول للناس والله العظيم سورة الصفات باذن الرحمن بتمنع التجديد. تمام. يبقى لازم جدا اكون محافظه عليها لو حاسه بهجمه او حاسه ان انا بدات اشوف حاجه بتهجم عليا وهكذا. اسم قناتها على اليوتيوب مفسرة الأحلام نهال مجدي. للأمانة ما أثرتش معايا ولأني كنت قلقانة ومتوترة. أنا مجرد ما شفت الرؤية قمت بسرعة بدأت أقرأ سورة العنكبوت على المية، وقرأت معاها سورة الصفات، وقرأت معاها سور قرآنية تانية هنتكلم عليها في الفيديو النهاردة. لكن خلينا أقول لكم لو حابين تشتركوا مع مفسرة الأحلام نهال مجدي تقدروا تشتركوا في قناتها على اليوتيوب. بترد على كل الناس وبتجاوب على كل الناس. طيب ده مبدئيا. ثانيا، طبعا كلكم عارفين ان انا اكتشفت ان انا عندي السحر العنكبوت بالصدفة يوم ما كنت بعمل رقية شرعية زي عادتي زي ما انا متعودة كل اسبوع. ويشاء العلي القدير اني قبل بيوم ما اعمل الرقية الشرعية دي يوم الخميس ليلة الجمعة ادعي اصلي وانا بصلي ادعي ربنا انه ربنا يشفيني. كان غرضي من الشفاء انه يشفيني من الم العظم اللي فيا، ان كان في رقبتي او التربيط او اللي بيحصل لي. في الفترة الاخيرة كنت كل ما اقرب لربنا اكتر كان يشفيني جزء معين من اللي صايبني. يعني رجعت تاني للسوشيال ميديا، رجع شكلي يصغر تاني، رجعت نفسيتي افضل، رجعت حياتي افضل. كل ما اقرب لربنا اكتر كل ما كان ينجيني اكتر، برغم الاحلام الكتيره جدا اللي كانت تقول لي ان انت مسحور لك، الا اني ما كنتش مقتنعه بالكلام ده. وبقول مين اللي يدفع فيا ويسحر لي او حتى يأذيني؟ انا ما باذيش حد وما باجيش على حد. ما كنتش اعرف انه في ناس مريضه، في ناس بتسعى لخراب حياه الناس. خسرت حاجات كتير جدا في حياتي. عايزه اقول لكم نفسيا اتدمرت، تربيت اتربطت، حاجات كتير جدا صابتني. كل ده والله اعلم عشان يتقال انقلب السحر على الساحر. كل الاعراض دي حسيت بيها في فترة ان هو ما بدأوا يتهموني ان انا بتاعت اسحار واعمال. بدأت الدنيا تترتب عليها بعد كده خسارات مادية وخسارات صحية وخسارات معنوية. وجه اليوم اللي اتكلم واقول فيه ان انا اقوى منكم ومن اي واحد يحاول يأذيني. اولا اقوى منكم برب العالمين، ثم بصلاتي وعباداتي وطاعاتي وذكري لله. خليني اقول لكم كنت بدعي ربنا وانا ساجده بقول له يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني. وقمت ونمت زي اي حد. صحيت تاني يوم بقرأ قرآن على المية، قلت شاء العلي القدير انه المية دي تكون خلصت ويكون بنفس التوقيت ده لازم ان انا ابخر بيتي واشغل سورة البقرة وبعدها سورة الكهف عادة اي حد مسلم يوم الجمعة. طبعا بدأت ان انا اقرأ في المية. قرأت يومها سورة البقرة كاملة وقرأت كل ايات اللي هي بتاعة الرقية البيتية والسحر والكلام ده كله. وانا بقرأ لقيت حاجة كده في بالي بتقول لي ما تقرأي سورة الصفات على المية دي. اقرا سوره الصفات، طب اوكي ما فيش مشكله، وهي برضو موجوده. مسكت اللي هو الصوره وبدات اقرا لقيت لساني بتلجج. وقلت لكم ان انا عندي ابلكيشن اصلا بدوس على الكلمه بينطق، يعني برنامج اسمه قران كريم، وده اللي انا دايما سايبه لكم الرابط بتاعه في الكومنتات. بدوس عليه بيقرا الكلمه اللي انا ما بعرفش اقراها. سوره الصفات كلها من تاني ايه بدا لساني يتربط، بطلت اعرف اقرا. وصلت السوره العاشره لقيت عيني يعني من التانية لحد العاشرة وانا عيني عبارة عن مسمار 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 بيغزني. خليني اقول لكم ان انا كنت بشكي من موضوع المسمار في عيني
ده والحرقان الجامد جدا دوت في عيني اليمين. وكنت اكلم ماما دايما اقول لها ماما عيني كانه فيها مسمار كل 3 شهور 4 شهور مره. وكنت حاسه بمخالب اظافر بتعمل كده في زوري من جهه اليمين فقط. وانا اكتر جزء تعبني هو جهه اليمين فعلا، من ركبتي ودراعي وعيني وزوري، كل حاجه في جهه اليمين. كان متقل لساني، كان مربطني، كنتش بعرف اخيط، ما بعرفش اقص، ما بعرفش امسك كوبايات كويس. بقالي داخله على 4 سنين على الحاله دي. لكن كنت بقول ده كله اعراض طبيعيه بسبب ضعف الكالسيوم. وعدى الزمان وراح الزمان وانا مش في دماغي. الا اني وانا بقرا سوره الصفات اكتشفت انه في حاجه غريبه بتحصل لي. كلام بيضيع، احساس الحرقان والوجع في عيني بيزيد، بقيت متوتره وقلقانه. وانا كنت حكيت الكلام ده في فيديو تاني وممكن تشوفوه، او لو الفيديو ده ما كملش معايا هعمل لكم بارت تاني وبارت تالت وبارت رابع، واتمنى منكم تشيروا الفيديوهات دي. المهم فبدات اقرا واشغل وادوس واقرا واسمع شيخ بيقول ازاي وارجع اقول لحد ما كملت الصوره كامله زي ما هي. وبعد ما خلصت بقيت بطريقه مش طبيعيه اشرب الميه دي، خليت بطني اتعبت على الاخر. وكان كل ما اشرب الميه النار في عيني تزيد، ولدرجه ان انا قعدت اقول لعله خير ان شاء الله خير، ما تخافيش. وقعدت اهون على نفسي واطبطب على نفسي، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، بما انه انا ما عنديش حد احكي له فطلعت حكيت ليكم. انا عايزه اقول لكم انا لحد دلوقتي مذهوله من عظمه رب العالمين ومن كرمه عليا انه يكشف لي اذى فيا. وانا اصلا اتقال لي كتير جدا من ايام ما كنت بشوف الرؤى الحبل اللي بطلعه من بقي، ولا ان كان العنكبوت ولا الحبل ده كان بيتقطع ما كنتش بطلعه اصلا، كنت بتقلب يعني معدتي بتعمل بصوت جامد، بصحى من النوم على صوت ودني. كنت بشوف حد بيتحرش فيا، حد بيطبق عليا، كنت بشوف عقربه في بيتي، كنت بشوف فار، كنت بشوف حد بيجري بيهاجمني، كنت بشوف كذا، كنت بسمع حد بينادي عليا. كل ده كنت بعتبره عادي جدا وبقول لا وارد بيحصل كده، وكنت بحسن الظن بالله في كل حاجه. ولا مره سمعت كلام حد يقول لي يا ام كريم ده انت شكلك كبرتي بقى عندك 50 سنه، روحي الشيخ يرقيكي روحي كذا. كنت اقول لا 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 لا، هو الشيخ هيعمل احسن من اللي انا بعمله؟ طب ما انا اعالج نفسي بنفسي، ليه اروح لهنا واروح هنا ويطلع واحد ابن حرام ولا واحد دجال ويأذيني ويضرني؟ انا ماليش في جو الشيوخ ديت. فعلا كنت برفض، لدرجه في واحده قالت لي ما تروحي لو واحده تفتح لك الفنجان يمكن تقول لك مين اللي اذيكي. قلت لها بلا اذيني بلا بتاع، انا واحده ذاكره الله وبوحد الله. علاقتي بربنا كانت شبه متوسطه او اقل من المتوسطه شويه شويه. كل يوم كان ربنا يقربني منه اكتر يقربني منه اكتر يقربني منه اكتر. كل ما يقربني منه اكتر كل ما يبدا يكشف لي حاجات اكتر، كل ما ادعي له اكتر ودعوتي تبقى مستجابه، الى ان وصلت ليوم سوره الصفات ده. وبالفعل يا جماعه اتغدينا وكلنا وانا دماغي تودي وتجيب، الى اني جيت بعد الساعه 5. عايزه اقول لكم في الم في معدتي وانا بتكلم. جينا الساعة 5 إلا إنه دخلت على اليوتيوب والسوشيال ميديا عامة أدور إيه اللي حصل ليا ده. اكتشفت إن هو بيقولك لو أنت عليكي قرين أو عليكي جان أو مسحورة أو كذا 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 كذا، سورة الصفات بتكشفه. شوفوا ترتيب رب العالمين. شوف لما يكون عندك يقين برب العالمين وربنا يحب ينجيك. شوف لما انت تكون بتتكلم مع ربنا بقلب صافي وبعفوية، هو عارف اللي جواك، وربنا يبدأ يحط لك النقط على الحروف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المهم اللي حصل معايا اني انا عرفت انه ده في عندي مشكله، يا اما سحر يا اما مارد يا اما جني يا اما شيطان يا اما فيا مس فيا حاجه. المهم فقال الشيخ انه لما هتقرأيها اللي هيحصل معاكي ان انت هتحلمي كوابيس. لازم تستمر على ورد 7 ايام. اول 3 ايام تقرأي سورة البقرة ثم سورة الصفات، تقرأي اول 10 ايات من سورة الصفات 7 مرات. لكن انا كنت بقرأها مرة كاملة و6 لحد الآية 10، يعني من اول آية لحد الآية 10. اول يوم نمت قرأتها تقريبا بالليل، كانت الساعة 8 بالليل تقريبا، فقرأتها ومفروض ان انا عارفة ان انا هحلم كوابيس، الا اني نمت وما حلمتش اي كابوس، بس سمعت صوت دوشه ناس وصحيت على اذان الفجر. قلت لكم وصورت لكم فيديو قلت لكم اللي حصل معايا 1 2 3 ساعه الفجر. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ رجعت نمت بعد طبعا ما قلت اذكاري وكل حاجه، رجعت انام تاني. كان نوم انام دقيقه واصحى انام دقيقه واصحى انام دقيقه واصحى، الا اني لما رحت في النوم شفت جنين، وان انا في مقابر على رمله نظيفه، وشفت جنين بيحاول يطلع على رجلي وعايز يرضع مني باي طريقه من الطرق، وانا كنت رافضه لحد ما زقته على الارض. وانا بزقه على الارض فتحت عيني لقيت العنكبوت على الحيطه عايز يهجم عليا. كان عنكبوت اسود حجمه قد كده وكان عايز يهجم عليا. قمت نطيت من على السرير وفضلت اقول بسم الله بسم الله بسم الله. شوف عيني بره المنام مش في المنام، وجريت وضويت النور ودورت عليه في الاوضه ما لقيتوش. فضلت ارش على نفسي ميه القران اللي فيها سوره البقره والصفات وايات الرقيه من السحر والجن والحاجات ديت، وبدات ارش على نفسي ودورت عليه ما لقيتوش ولقيته اختفى.
والتزمت على الورد ده 7 ايام، وهكمل في فيديو بعده علشان خاطر الفيديو ده قصر مننا لان الموضوع طويل جدا وليا اكتر من شهر فيه، ولكن هنكمل مع بعض في الفيديو اللي بعده.